الساب والماب وجهان لعملة واحدة، الوظيفة الجوهرية واحدة لكن لكل منهما ميزة تنافسية مختلفة. أهلا وسهلا بكم. الماب هو اختصار للمغنيسيوم اسكوربيل فوسفات، والساب هو اختصار للصوديوم اسكوربيل فوسفات، والاثنين هي صور مستقرة من فيتامين سي الاسكوربيك اسيد. الوظيفة الأساسية تفتيح البشرة في وسط سلايتلي اسيدك إلى متعادل. طيب لحد دلوقتي الكلام جميل والمفعول بتاعه أكيد. سؤال مهم، ليه الشركات الكبيرة المنتجة للمادة عملت المادتين؟ كان كفاية مادة واحدة بس وتوفر على نفسها ملايين الدولارات في التصنيع. الإجابة يا صديقي المصنع أن المادتين متفقين في الوظيفة الجوهرية، ولكن لكل منهما ميزة تنافسية مختلفة. صوديوم اسكوربيل فوسفات أو الساب من أفضل مشتقات فيتامين سي للبشرة الدهنية والمعرضة للحبوب، فهو ثابت يذوب بسهولة ويساعد في التفتيح وتنقية البشرة، لذلك يفضل في السيرامات الخفيفة والغسولات. أما المغنيسيوم اسكوربيل فوسفات أو الماب فهو الحل الأرقى للبشرة الجافة والحساسة، لأنه ألطف على الجلد ويدعم الترطيب والكولاجين، ويستخدم كثيرا في الكريمات ومنتجات مقاومة علامات تقدم العمر. ببساطة الساب يدخل في تركيبات البشرة الدهنية والمعرضة للحبوب، والماب يدخل في تركيبات البشرة الحساسة والجافة وعلامات تقدم العمر. والشركات العالمية الكبرى تدعم التركيبات بالمادتين معا بنسب مدروسة لتحصل على أفضل وأرقى نتيجة ممكنة للاستفادة من المميزات والوظائف. لو العميل بيشتكي من لسعة فيتامين سي أو تهيج في البشرة، ماب غالبا هو الحل الأرقى. لو أردت منتج ناجح ابدأ بالاختيار الصح للمادة اللي تخدم نوع البشرة وليس اسم المادة فقط. ابعت كلمة ماب أو ساب على لينك الواتساب واحصل على ملف يشرح الفوائد والنسب والمميزات.